يا صباح الخير. ياي بجد انا متحمسة النهاردة اول يوم مدرسة. يلا بقى افتح بقى كده السراير. فتحتهم. هروح بقى اغسل بقى وشي. غسلت كده بقى وشي هنشف. تمام هروح بقى البس بقى لبس المدرسة. اوكي لبست بقى كده بقى لبس المدرسة. دلوقتي هلبس بقى الشوز. ممكن البس دي، لا شكلها الصراحة مش حلو قوي. ممكن مثلا احط دي. اي كده شكلها جميل. تمام هاخد بقى الشنطة دي بقى بتاعتي. احط بقى فيها كده الزمزمية. هروح بقى بسرعة افطر. احط كمان عصير ليا. هروح بقى انزل بقى افطر. وما طبعا منساش ان انا ارن على غنى. اشتري بقى كده بقى كوباية لبن عشان اشربها. يوم طعمها حلو قوي. تمام احطها بقى كده هنا. وهروح بقى بسرعة بقى المدرسة عشان ما اتأخرش. اكيد يعني غنى يعني مستنياني بره. ايه ده؟ الساعة كام؟ ما هشوف بسرعة. يا نهار ابيض، ده الساعة 8:30. انا كده هتأخر جدا جدا على المدرسة. يا لهوي، بسرعة بسرعة الباص. يا لهوي ده الباص ماشي. تعبت جدا. وانا كمان يا غنى. ايه ده يا غنى؟ ثانية واحدة، انت ليه مش جاية بلبس المدرسة؟ يا لهوي ده انا نسيت خالص. يا لهوي اعمل ايه دلوقتي؟ ده كده المدير هيعاقبك. يا خلاص بقى لهوي. مش مهم، تعالي بقى ندخل. انا بجد يا غنى خايفة اوي ان الميس تزعق لنا. ايوه بجد انا تعالي انا ندخل اكتر واحدة بالراحة، خايفة. بسم الله. مش تعالي بسرعة. يلا يلا ندخل آه، بالراحة. معلش وقعت من ايه كتر انتوا الطرق. اتأخرتوا ليه؟ ليه اتأخرتوا؟ انتوا عارفين اصلا ميعاد الحصة، ما كانش ينفع انكم تتأخروا. يلا اقعدوا مكانكم. طيب. بجد احنا اسفين اوي يا مس ان احنا جينا متأخر. متبقوش تكرروها تاني. جايب لبس غير المدرسة؟ هو حضرتك يا مس لاحظتيه؟ معلش هو انا بس نسيت. مفيش حاجة اسمها نسيت. المفروض ان المدير حاطط قواعد. يلا بينا على المدير. يا مس بليز اخر مرة اخر مرة. لا يلا بينا، مفيش حاجة اسمها اخر مرة. طيب. مش انت البنت اللي لبستي لبس مخالف؟ ايوه بس انا اسفة مكنتش اعرف. خلاص، دي هتبقى اخر مرة طالما ده اول يوم للمدرسة. شكرا اوي لحضرتك يا حضرة المدير. يلا اتفضلي روحي على فصلك. ماشي. وكده احنا عرفنا احنا ازاي نعمل المشروع بتاع الحصة اللي جاية. الجرس ضرب. يلا يا ولاد فسحة. ياي. ايه هروح بقى العب. ايوه يلا بينا بسرعة يا ملك عشان ناكل اي حاجة او كده. انا عايزة اروح مطعم المدرسة بسرعة، انا جعانة جدا. يلا بسرعة. ماشي طيب، استني تعالي شوفي كده اذا كان في الشنطة بتاعتك فيه فلوس ولا لا، عشان انا معايا فلوس. شوفي انت كده ماشي. معاكي. اوكي ماشي. مين دي؟ ايه ده؟ القطة ازاي جت هنا معاكي؟ يا لهوي دي القطة بتاعتي. ده لو المدير شافها يا لهوي ده هياخدني عقاب شديد جدا. يا لهوي ايوه اعمل ده انت دلوقتي. هتترفدي من المدرسة. يا لهوي اعمل ايه دلوقتي؟ يا نهار ابيض انا لازم اخبيكي بسرعة، مش هينفع اطلع بيكي. خلاص طب استني. احنا المفروض نخبيها مثلا فين؟ نخليها هنا اكيد، يعني الميس في الحصة مش هتلاحظها. ماشي خلاص خليها هنا وخلاص. يلا بينا بسرعة على البريك. لا هنخبيها. اهي خبيناها هنا. يلا يلا مش مهم. يلا يلا بينا بسرعة الجرس يلا بيرن. هم طالعين دلوقتي. يلا هم طالعين. يلا اقعدي. اتمنى ان انتوا يا ولاد تكونوا استمتعتوا بالفسحة. وطبعا الحصة برضو اللي بعدها هي يلا بينا، عشان انا ما لحقتش اشرح لكم كل الحاجات اللي احنا هنعملها في المشروع. اهو ادينا بقى كده مسحنا. يلا بقى علشان اكتب.
يا لهوي ايه ده يا يا جماعة؟ لهوي. ايه الصوت ده؟ مين اللي بيعمل الصوت ده؟ انا بحب امثل الادوار دي بتاعت القطط دي. خلاص بس بقى يا غنى، علشان يعني انت كده ضيعتي وقت من الحصة. يلا اقعدي وما تمثليش تاني، احنا يعني مش في جنينة حيوانات. يلا تمام. اقول لكم بقى بقية الحاجات. انا كده بكتب بقية الدرس على السبورة. كويس، قربت اخلصه. ايه ده يا غنى؟ مش انا قلت ان انتي ما تعمليش تاني صوت القطة؟ معلش يا مس، نسيت. خلاص دي اخر مرة، هسيبلك فرصة كمان. يلا اقعدي بقى على الكرسي. تمام. ايه ده؟ ايه القطة اللي هنا في الفصل؟ مين اللي جاب القطة دي؟ اللي جاب القطة دي يقول حالا. اقول يا ملك ولا ايه؟ بصراحة يعني انا خايفة قوي. الناس هتعاقبك يا غنى، وممكن تعملك استدعاء ولي امر. طب مش عارفه اعمل ايه. انتوا الاتنين كده انا حاساكوا مش مظبوطين. في ايه؟ لو انتوا اللي جبتوا القطة قولوا. بصراحة يعني يا ميس غنى القطة بتاعتها جت في الشنطة بالغلط. اه. يعني مرة انتي ناسية لبس المدرسة، ومرة ناسية كمان القطة جاية معاكي في الشنطة. طب يلا قدامي يا غنى على المدير. لا. يلا قدامي، وهاخد القطة دي كمان معايا. مدير، البنت دي تاني جت هنا، والمرة دي مش عشان لبس المدرسة أو حاجة زي كده. لا، دي جابت معاها قطة المدرسة. وانت عارف يا حضرة المدير إن الحيوانات الأليفة ممنوعة في المدرسة. أيوة طبعا، الحاجات دي ممنوعة في المدرسة. انت خلاص ولي الأمر المفروض يجي النهاردة. لا لا، مرة أخيرة بليز. مالك يا غنى؟ يا ماما، المدير عمل لي استدعاء ولي أمر ليه عملتي ايه؟ علشان جبت القطة معايا بالغلط. هي مش عارفة جت ازاي القطة معايا في الشنطة. طيب خلاص ما تزعليش، يلا بينا كده ندخل ونشوف المدير. تمام. بنت حضرتك جابت القطة معاها المدرسة. طبعا حضرتك عارفة ان ما ينفعش ان حيوانات أليفة تدخل المدرسة، وكده هي ليها رفد يومين. معلش والله مش هتعمل كده تاني، بس هي القطة جت معاها بالغلط. القطة دي شقية جدا بجد، سامحها. خلاص طالما كده دي آخر مرة. يلا اليوم الدراسي خلص، أتمنى ان انتوا بقى ترجعوا من البيت تذاكروا دروسكم. يلا أتمنى لكم أيام دراسية سعيدة. تمام. شكرا يا حضرة المدير.